أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكذب ما بس حكاية زول قال كلام ما صح، الكذب مرض بيبدأ بكلمة ساي وبينتهي بفقدان ثقة وتكسير قلوب وخراب بيوت. الزول الكذاب ما بيكذب عشان مستمتع، مرات عشان خايف ومرات عشان ينجو ومرات عشان متعود، لكن الحقيقة الكذب عمره ما كان حل. في الفيديو ده حنغوص جوا الكذب ونعرف أسبابه وأشكاله وأثره علينا كمجتمع، ونتأمل نرجع للصدق قيمته في زمن بقى فيه الكذب عادي. الكذب ما نوع واحد، هو أشكال وألوان وكل نوع أخطر من الثاني. في كذب عشان تفك نفسك من ورطة أو عشان ما تتعاقب أو عشان ما تتلوم، وفي كذب عشان تبرر به غلطة أو عشان تقلل حجم الذنب، زي اللي بيتكلم كلام ما صح عن زول تاني ولما يواجهه يقول له أنا ما قلت كده بالحرف بس الناس فهموني غلط. وفي كذب عشان تزين وتكبر نفسك، وده زي اللي بيتباهى انه عنده علاقات قويه مع ناس كبار وهو يا دوب سلم عليهم مره واحده. وفي كذب مرضي، الزول بيكذبه من غير سبب وده محتاج علاج. واخطر انواعه هو الكذب المؤذي، وده اللي بيهد البيوت وبيكسر القلوب. مضار الكذب كثير على الفرد والمجتمع، بتخلي الزول يفقد ثقته في نفسه وعلاقاته كلها بتصبح مهزوزه، بيكون عايش في قلق وتوتر دائم. في المجتمع الكذب بيهد الصيغة العامة وبيضعف العدالة وبيفكك العلاقات الاجتماعية. تخيل مجتمع كله كذب، كيف حيكون؟ ديننا الحنيف شدد على الصدق وحرم الكذب. ليه؟ لأنه الصدق أساس الإيمان، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. البخل والجبن دي صفات ممكن تكون في المؤمن، لكن الكذب لا وألف لا. وقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحاجة الثانية لأنه الكذب نقيض الإيمان وبوابة لكل المعاصي وبيفسد القلوب. عشان كده المؤمن الصادق بيكون صادق مع ربه ومع نفسه ومع الناس. كيف نكون صادقين؟ الموضوع ما سهل لكن ما مستحيل، محتاج إرادة وعزيمة. واجه نفسك واعترف انك بتكذب واعرف السبب. لما تعرف السبب بتقدر تعالجه. ابدأ بالصدق في ابسط الحاجات، لو غلطت اعترف بغلطك، ولو ما عارف قول ما عارف. الحاجة الثانية الصدق مع الله ومع الناس، خلي الصدق مبدأ حياتك، اتذكر دايما انه ربنا شايفك وسامعك. في الأخير الصدق نجاة والكذب هلاك، فاختاروا طريق النجاة عشان نعيش في مجتمع نظيف مبني على الثقة والمحبة. ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.